الطريقه اللي ما تخليش لكم حس الزفوره في الدجاج، الطريقه اللي كندير انايا معتمده عندي، ما كتكونش الزفوره، اللي هي اول حاجه اساسيه هي هذا العرق ديال السكينجبير اللي وريتكم دابا، والملح اللي كيكون رطب كلاصي كيتباع، كيكون يعني رطب بزاف، ماشي داك باش يدخل الدجاج مع الضلوع، والحامض، وكترقديهم في داك الماء، كتخليهم مزيان كيترقدوا في داك الماء مزيان، كتبقاي تقلبي فيهم. هذا راه مازال ما مغسولش، دابا غسل يعني رقدوا في هذا الماء مزيان حتى كلشي كيعرف ان سكينجبير حتى الا ما عندكش عرق ديري الغبره، كيجمع لينا دوك الريوق دوك الخيوط اللي كيكونوا في الدجاج، كيجمعهم كيولي ساهل عليك باش تحيديهم، ماشي بحال ما كانش سكينجبير كيصعابو باش يتحيدوا، وحتى الريشه هو كيسهل ملي كترقديهم هكا في الملحه. المهم البنات ملي رقدتهم دابا كنقيهم، هانتوما كيف ما كتشوفوا كيسهل داكشي، كتلقاه معزول، كتلقى معزول داك الخيوط وداكشي كيتجمعوا، تولي بحال الجليده، كتسهل عليك التحيات ديالها. المهم غادي نحيد هاد الجلود، هاد الشيء هو داك الريش اللي كيتحيد بحال بوان نوار اللي كيكون في الفخاذ وكيكون في الجلده اللي كتكون هاد الجلده اللي كيكون فيها المسام محلوله، الجلده ديال الدجاج راه كيكونوا فيها المسام، راه بحال دابا اللي كيكون كيتبورش كنقولي عندك لا شير دو فول، كتكون ديك الجلده مبورشه كيكونوا فيها المسام منفوخين شي شويه، فكاينين شي ريشات ما كيبغيوش يخرجوا، كنخرجوهم كنمعسوهم بحال غنخرجوا شي بوان نوار، قايله قلت انا بوان موغا، سمحوا لي انا راني تخلطوا عندي العلام. المهم البنات هنا من بعد ما نقيتهم من دوك الخيوط وداك الشيء اللي الشحمه، الا كان شي شحمه لان تبارك الله ديك مارادونا، هنا عندي الحلبه دائما مرقده في الماء، كنعاود نخويها عليه، راه دايره بانيو البنات من تحت، كنخوي هذاك الماء اللي فيه الحلبه مرقده، واخا كتهبط ليا معليش، لان اصلا انا واخا غادي نشوف ونديرو في لي بلاستيك، من غنجيبو باش غنجبدو غادي نطيبو راه غادي نشلو عاوتاني، وديك الحلبه بعدا ما تقديلي غير باش ما كتبقاش فيه ديك الزفوريه نهائيا، صافي كنخليه كيتسقطر مزيان كينشف، عاد باش نديرو في لي ساش، ما كتبقاش فيها البنات ريحه الزفوره نهائيا. واللي ننصح به الواحد ان الدجاج واخا يشريه الواحد ويرقدو ما يستعملوش ديك الساعات. عاوتاني اللي غيبغي يصاوب شي حاجه مشرمله ولا هذا يشرملها ويديرها حتى في دي ساشي، بحال دابا انايا الصدر ونزيد عليهم دي طرونشات بنات الحامض، الصدر ما كيتكالش، يعني هو كنديرو بوحدو، كنقطعو شاورما حيت ما كيتكالش ليا نهائيا، الا طاب كيجيهم ناشف، واخا كيطيب الدجاج مزيان وداكشي ولكن كيبقى ناشف، سورتو الا كان هذا الكبير هذا. صافي كنبدا نقسم داكشي على حساب لي بورسيون اللي بغيت انايا، طويجنات بحال دابا الا غندير منو رفيسه كنخلي واحد شويه زايد على الطاجين. المهم كل واحد عينو ميزانه، وكل واحد على حسب افراد العائله اللي معاه. وكما قلت لكم الصدر انا ما كياكلوش ليا، كنقطعو وكنديرو على شكل شاورما، اولا غادي ندير به مثلا لي نوغيت، ولا ندير به كفته، المهم هكاك حسن كيتكونسوما. والدراري كيبغيو داك الدجاج مقلي، كيبغيو الدراري كيعجبهم كيجي مقطع البنات على هذا الشكل هذا، يعني ديري به كفته، ديري به شاورما، اللي بغيتي.